الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الرابع الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم من دروس اللغة العربية حميد بن ثور الهلالي، وهو من ضمن مواضيع الأدب والنصوص الكتاب الثاني أو الجزء الثاني. حياة هذا الشاعر هو حميد بن ثور الهلالي العامري النعم وأكرم، شاعر مخضرم، يعني عاش زمنين، زمن الجاهلية وزمن الإسلامي. عاش زمنا في الجاهلية وأسلم ووفد على النبي صلى الله عليه وآله، وأدرك زمن عبد الملك بن مروان، وكان في الطبقة الرابعة من الشعراء الإسلاميين، وهو أحد الشعراء الأربعة الفصحاء. توفي عام 70 للهجرة. قصيدته للحفظ كما موجود أمامنا، يقول فيها: ألا ما لعيني لا أبا لأبكيكما، إذا ذكرت ليلى تربو فتدمع، وما لفؤادي كلما خطر الهوى، على ذاك فيما لا يواتيه يطمع. أجد بليلى مدحة عربية، كما حبر البرد اليماني المسبع، تثبك بما أزديت أو ترجع وعدها، وما وعدها فيما خلا منك ينفع. وليلى أروج الجيب مياعة الصبا، أبي لما يأبى الكريم وترفع. مشرفة الأعطاف مهضومة الحشا، بها القلب لو تجزيه بالقرض مولع. وما لي بها علم سوى والذي إلى بيته تزجى حواف وضلع، سوى إنني قد كنت أعلم أنها هي العذب والماء البضاع المنفع. معاني المفردات: ترب أي تديم البكاء، يعني بكاءها كثير دائم. أجد بليلى ألبسها ثوبا جديدا من المدح، تستاهل المدح ليلى. البرد ثوب فيه خطوط. التحبير التوشية. المسبع الذي طوله 7 أذرع. أروج من الأرج، وهو من الرائحة الطيبة، أريج يعني الرائحة الطيبة. الجيب فتحة الثوب من الصدر اللي موجود في ملابسنا الجيب. مياعة أي ناظرة جميلة. الأعطاف جوانب الشخص من رأسه وركيه. مهضومة الحشا خمصاء البطن. الحوافي النوق وجمعها ناقة. ضلع تغمز في مشيها. البضاع المروي المنقع الذي يذهب بالعطش. تحليل النص. سؤال: كيف وصف الشاعر حميد بن ثور الهلالي ثياب ليلى؟ وما الغاية من هذا الوصف؟ وصف ثيابها العربية الجميلة الموشحة بالخطوط اليمانية الواسعة، يعني مخططة، والطويلة خلفها، إشارة من الشاعر إلى أهمية الستر. أقول الطويلة يعني ملابسها طويلة مستورة. أهمية الستر والعفاف بالنسبة إلى المرأة العربية. سؤال: كيف وصف الشاعر مشية ليلى وعطرها وجمالها؟ وصف مشيتها المتناسقة في تفاصيلها كأنها صورة ناطقة لجمال الطبيعة العربية، والعطر يفوح منها كأنه المسك يخرج من بيت عطار. ويصف جمال طلعتها، ما شاء الله، وصف كلش جميل. كأنه المسك يخرج من بيت عطار، ويصف جمال طلعتها بصورة بلاغية جميلة، أن من ينظر إليها كأنه يرتوي من العطش عفوا، بس تشوفها أنت ذا عطشان ترتوي. ويشرب ماء عذبا من غدير. ما شاء الله. أسئلة المناقشة. أولا: ما موضوع القصيدة العام؟ النص الشعري يتحدث عن مكانة المرأة العربية ويصفها بمدح عربية، إذن الكلام عن مكانة المرأة العربية. ولا أجمل بمدح عربية ولا أجمل منها، ذاكرا
هنا خلي خط تحت الكلمتين، ذاكرا شرفها وعفتها. ما أجمل الشرف وعفة نسائنا العربيات. السؤال الثاني: كيف ترى غزل الشاعر وما نوع غزله؟ لحد الآن الشاعر يتغزل بها غزلا جميلا ما بأي خدش للحياة. الجواب: غزل جميل ورائع، ويشير به إلى المرأة العربية وإلى أهمية الستر والعفاف بالنسبة لها. أما نوعه فهو غزل عذري، بعيد عن الغزل المادي الحسي الماجن اللي يكون كلامه غير محبب للسمع. السؤال الثالث: ما الذي أراده الشاعر من ذكر ليلى؟ ليش ذكر ليلى؟ يرسم لنا الشاعر صورة جميلة تبدأ باستذكار ليلى، وهي رمز المرأة العربية في شرفها وعفتها، تلك المرأة التي ذكرتها الدموع في العيون وخطر حبها في القلب، والشاعر نجده قد ألبسها ثوبا جديدا من المدح. ثوبا جديدا من المدح. طلاب الحلوين، طلاب الأبطال، طلاب أستاذ مسلم الحدراوي، إلى هنا أنهينا وأكملنا إن شاء الله وبعون الله منهج الصف الرابع الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي. أنتظركم بصف الخامس الإعدادي وشرح جديد ومفهوم وسلس وواضح لقواعد اللغة العربية والأدب والنصوص والبلاغة والنقد للأدبي. طلابي حلوين، إلى ذلك الملتقى وإلى ذلك الموعد أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.